يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أولاد الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام على عيال الحسين، السلام على زينب الكبرى العقيلة جبل الصبر ورحمة الله وبركاته. في مثل هذه الأيام يستعدون خدمة الحسين عليه السلام بالانطلاق المسيرة الحسينية من أهالي الرميث الكرام إلى كربلاء المقدسة، ونلتقي بأحد خدام الإمام الحسين عليه السلام الذي كان عمله يقود السبايا الحسينية من الرميثة إلى كربلاء، خادم الإمام الحسين علي آل زيدان الخفاجي. سلام عليكم وحسين. عليكم السلام. هلا أبو علي، شلون الصحة؟ الله يحفظكم. الله يسلمك ويحفظكم. خدام الإمام الحسين الله يحفظ الموجودين ويرحم الأموات. أبو حسين، إحنا اللي لاحظناه وشفناه عندك من بداية سقوط الطاغية عليه لعنة الله، شكلت سبايا مسيرة انطلقت من الرميثة إلى كربلاء، وأنت كنت وكاظم الشبلي تقودون السبايا من الرميثة إلى كربلاء، فاختاريت هذا الدور بالأخص. يعني أنت قلت لازم أريد هذا الدور. شنو كانت عندك النوايا بهذا الدور اللي خدمت به؟ تفضل أبو حسين. بالبداية اللهم صل على محمد وآل محمد، والسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. طبعا بداية المسيرة كنا قاعدين ويم السادة شرع، وصار الاختيار لكاظم الشبلي الله يرحمه، ورادوا له مساعد وياه، فاختاروني أنا من ضمن الفريق يعني. واللي اختارني حاج حسان الله يعطيه العافية وعلى الواعي، قالوا لي أنت ويا كاظم، فاعطوني يعني شلون اقود السبايا، شلون نضرب، وشلون شي، وشن الملابس اللي نسويها، وشن المعدات اللي نقدر نشتغل بيها. فالحقيقة يعني أنا من قالوا لي هيك شي عرفت، يعني بديت هيئت روحي وكأنما يعني أنا صحيح. نعم. يعني مو إنسان عادي مثل باقي الأيام، لا. نعم. يعني بالانطلاقة يعني صارت القضية عندي أنا شعوري أنا وكأنما يعني صحيح. ليش؟ لأن من أسمع المقتل مثلا غصة سبايا الحسين بالطرقات، توصل الفكرة للناس أنه خاطر زيد حزنها وكذا. عندنا مقولة من الإمام الصادق سلام الله عليه: من أبكى أو تباكى، نعم. عرفت؟ نعم، على جدي الحسين أو بكى على جدي الحسين إلى هالقد أجر. فأنا أثناء المسير يعني هم نريد نوصل فكرة، وهم نريد نحصل لنا دمعة من هاي الوادم اللي تشوفنا، واكو بيهم اذا يفسرونها يقولون هذا بالتمثيل هالشكل، اذا صدق شلون واقعك شلون، يعني الشعور مالهم يعني شلون. عرفت؟ فبدت الحمد لله والشكر ومشيت وصار دورنا. يعني اول مرة نشوفه صعب، نعم، بس بعدين لا والله فشي سهل، بس لازم شني قساوة شخصية، لازم القساوة كلها. نعم. عرفت ليش؟ حتى إذا تتلين ما تصير قضية، بس إذا بيها شوية قساوة لا، يعني تعطي أبو علي، يعني تعطي شيء خاصية للمسيرة، وهاي كلهم يدرون بيهم. نعم، هذا شفناه بعيوننا، خاصة انتم يعني انتم نعم. مثلون دور النساء، عرفت؟ يعني تقولون لنا يلا اضربوا، يعني وين ما نشوف. انت ابو حسين نشوفك اثناء الضرب، اثناء الادوار تشتغل باخلاص
وكأنما تتخيل القضية أمام عينك، يعني أمام عينك نشوفك فيه. هو انا ليش قلت لك من البدايه، قلت لك اريد اوصل فكره، يعني اقول لهم هذا احنا تمثيل هالشكل. نعم. شلون لو يشوفون زينب حقيقة واطفالها والنساء اللي وياها بالصوره الصحيحه ومخيلتك، يعني انت تخيل ما تتحمل زينب أبدا. ما تتحمل، عرفت؟ ما تتحمل. عرفت. والدليل الإمام زين العابدين عليه السلام يقول والله لو عرضت مصيبتنا أي يوم عاشوراء وسبي عمتي زينب على شيعتنا لمات. بس اكثر الناس ما تدري، مثلا يعني احنا بيناتنا، نعم. تدرون احنا بيناتنا من نخلص ننهار بالبكاء، ننهار من القهر، من البواجي، من الهاي وش اسمه من نحل وناخذ الحبل هاي، نروح نقعد نركن بمكان، نعم. نظل نبكي لمن ما يدرون بينا الوالد، لان ما يصير عربي. انت بعملك تبكي، ما تريد انت توصل تفشل العمل. اي نعم. اي لا، او تعطي فد معنى للعدو اللي كان يقود السبايا من فضل الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. وبعد احنا مستمرين ان شاء الله. الله يحفظ الباقين. احنا نتحدث هم حول كاظم الشبلي رحمه الله عليه، هم كان له دور فعال بهاي كاظم القضيه. الشبلي الله يرحمه، إذا حق علينا هذا لازم نذكره. الله يرحمه طبعا، يعني احسن من عندي بالتمثيل رحمه الله عليه. الصفه اللي تغلب لي شويه هو عصبيه. نعم. عرفت؟ فاثناء المسير انا هدئ من عنده، اقول له خلي شغلنا كله بمن بالدور هذا، ما لنا شغله مثلا تيجي شغلات شيء هاي تنرفزه، اقول له خلي شغلك هنا. فهو الرجل الله يرحمه يعني هم مطي صيغه نعم. للعمل ومطي نعم. يعني دوره بالمضبوط، عرفت؟ وحتى هيكله ولبسه، عرفت؟ يعني مبين يعني كأنما احنا بالواقع صحيح فعلا، عرفت؟ يعني من شكله، من غيره، عرفت؟ من تصرفاته. اما من نخلص كل منه حر. كنتم انتم تعملون باخلاص، ولكن يجيكم توجيهات، كانت توجيهات تجيكم من ادوار اللي هو دور عمر بن سعد ودور الشمر، يأشروا لكم، هم اعرف بالقضيه لما تصير. شنو كان توجيهاتكم؟ التوجيهات تجي من حج حسان دائما كاخراج. اي كاخراج، وحتى نعم. لو حركات. نعم. هو وعلى الواعي يعني ذول الاثنين يعني شقلك، يعني الله وكيلك، يعني جزاهم الله خير، يعني شن دارسين اخراج او شيء او هاي، من هناك يأشر لي شن اللي يريد اسويه بدون ما يوصل لنا، بدون حتى لو ما يتكلم وياه، تعرف النوايا اللي يريده هو. اكو اندماج يصير، اكو اندماج روحي بالعمل. مثلا ابو حسنين يعني له دور خاص ابو حسنين. نعم. ليش؟ لانه ياخذ المسيره من البدايه للنهايه، يجي لنا يضرب، وكذلك احنا كان يجينا يضرب يعني وياكم، يجي للامام السجاد، كل ما تخمل الناس بالعمل كان يحييها. طبعا يحييها. لان اكو مرات اكو فترات هسه مثلا كانت عندنا بالديوانيه فتره طويله، يعني مسافه اكثر من حوالي 8 كيلوات او اكثر، يعني يجدد، يخلي شو اسمه، يخلي الوادي تبكي، يخلي اي شيء حتى يبين جبروته. ونفس الشيء نفس الشيء، يعني ماكو يعني ابتسامه شيء، ماكو ممنوع. احنا عندنا ما كان يحصل ابدا. ذول الثلاثه عرفت ممنوع. ليش؟ التوجيهات حج حسان وعلى الواعي سووا كذا سووا كذا سووا كذا، عرفت؟ نلتزم احنا كله واجب احترامهم باثناء العمل. لا طبعا. واجب طاعتهم باثناء العمل، لانه الغايه نوصل فكره للناس. او اكو ملاحظه كلش قيمه ونحب انه نوجهها لجميع الممثلين، ولكنه بدون زعل. الممثل اذا بدا بالتمثيل هو مو لايق انه يشرب ماي او ياكل او يشرب جقاره او كذي، لان هو يريد يعرض قضيه السبايا مال الامام الحسين عليه السلام. والمشاهد لما يتنوع يقول لك هاي يعني معناته يجوز يتخذها، يقول لك هاي موجوده. من خلال هذا اللقاء نعم. انا اوصي شكو واحد مثلا ممثل ويريد يصدق يخدم الحسين بهذا الطريق ان يلتزم، اما بالزي واما بالاخلاق، عرفت؟ ويعني جميع الصفات اللي تحويها هاي المسيره لازم يلتزم بها، والا
لا يجي احسن له. احنا ابو حسين الحمد لله والشكر ان من شاركنا بهذه المسيره الكبيره، مسيره اهالي الرميثه. والله ما كان يحصل حتى حقيقه سواء بالشتاء او بالصيف، يعني نعطش والله ما نشرب ماء الى ان تفلش المسيره. هذه الحاله ولا كل شيء، وكل احنا محتاجين الاكله والمشي، يعني الاكل والماء والشاي ابدا كنا ما نتناوله، ولا كل الممثلين كانوا يتناولونه الا ان تتخلص المسيره. وانا ادعو شكو الشباب اللي يعني يردون ثواب ويردون خليجون للمسيره. خلوا تفضلون. ايش بيهم؟ شارك. يعني ليه ايش بيها المسيره؟ تدعي الناس من خلال هاي الشاشه المباركه. انا ادعي الشباب اللي شو اسمه، لان احنا يجوز احنا جاي نكبر، بس الشباب حتى يجددون هذا شو اسمه هذا الوقف، خليجون يشاركون، يطلعون ويانا مو لابسين دشات. اهلا وسهلا. خليجون يشاركون. الانسان يحب يشارك ماكو كل مانع. وهاي خدمه عم الله وكيلك، هاي الخدمه ما الا توفيق من الله. انت لا بالك يعني شو اسمه يعني هيك يجي لا بالله. لا توفيق من الله سبحانه وتعالى. توفيق والله بها توفيق. وخلي شو اسمه يمثل شمر وبالمسيره والله يشوف خير. عرفت يعني ما شيء ملمس انتم لامسينه يعني. والله ابد والله. انت لا تقول لي لا تقول لي على الكرامات اللي صارت بالطريق وغير الطريق. كثير ما يعرف الوقت اللي نتحدث عنها. احكي بحياته هو، حياته الخاصه، هذا اللي يشارك. الله وكيلك. يعني شو اسمه عده يصير عده مثلا من رزق، من شيء، من هاي، من راحه بال. الله وكيلك خاصه هذا الطريق. جزاك الله خير ابو حسين، الله يحفظك على هذه. الله يحفظكم ويحفظ ابو فاتي ويحفظ هذه الشاشه المباركه، ويحفظ خدمه الحسين. اللهم احفظ خدمه الباقين والله يرحم والمتوفين الماضين. نذكرهم بالفاتحه. اي والله واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. فريد الغنام إن شاء اللهم الله. من كان مريضا فشافيه يا الله ببركه سيد الشهداء، ومن كان متوفي اللهم تغمده برحمتك التي وسعت كل شيء. ولا ننساهم خدمة الإمام الحسين بالفاتحة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.